لو انت هتسافر وتتغرب وطالع حر، اللي هي طالع تدور على شغل ايا يكن الدوله اللي انت مسافرها، امريكا، بريطانيا، اوروبا، هولندا، دوله عربيه، دوله خليجيه، الكلام ده كله، لو انت طالع وهتدور على شغل لازم تبقى عارف ان انت هتشتغل بالدولار او بالريال او بالدرهم او بالدينار. فانت مش هتعبي وتغرف وتبعت لعيالك، مفيش الكلام ده. اول سنه معروفه ان انت بتجيب، لو جبت 8 تاشيرتك يبقى انت كده بطل وسديت اللي عليك اول سنه، ما كانتش تاني سنه كمان. عشان تبقى عارف عايزك تبقى جاهز لكل السيناريوهات. في ناس بتقعد شهرين، 3، 5، 7، 8 من غير شغل في البدايه. انا مش بقول لك كده بحبطك، انت مش هتسافر وتاخد من رزقي، لا، دي عمليه ارزاق في الاول وفي الاخر. في ناس بتقعد 3 ايام وتشتغل، وعن تجربه انا اعرف ناس قعدت 3 ايام واشتغلت. في ناس بتقعد اسبوع، شهر، 20 يوم وتشتغل. انا عايزك تبقى جاهز لكل السيناريوهات، بس عشان ما تسافرش وتتغرب وتتصدم في الاخر. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده.